ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ النهارده هنعمل وصفه جميله جدا وهي الجاتو شاتو بالفانيليا. يلا معانا نسمي بسم الله وندخل على وصفتنا. هحط في الخلاط معايا كوبايه زيت زي ما انت شايفه، كله في الخلاط على بعضه. كوبايه ونص لبن، كوبايه حليب بودره، وكوبايه سكر. وهنبتدي نخلط المكونات دي كلها مع بعض في الخلاط بتاعنا لحد هتبصي تلاقي القوام بتاعنا تقل. بتعرفي ازاي؟ بتعرفي من صوت الخلاط ابتدى يتقل معاكي، تبصي تلاقيه يعني ايه صوته بقى يتقل كده شويه، بيلف ببطء. خلاص هنبتدي الصوص معانا يتقل زي ما انتوا شايفاه بالشكل ده. وصفه جميله قوي بتنفع لو انت عازمه حد عندك جايلك ضيوف، بتبقى حلوه قوي مع الشاي، بتبقى جميله جدا. وصفه جميله ومشرفه وحلوه قوي. هشيل كوبايه بمعيار كوبايه كبيره على جنب عشان ده اللي هنزين بيها الكيكه بتاعتنا. هبتدي كمان بقى زي ما هو الباقي اللي في الخلاط هزود عليه 3 بيضات، معلقه صغيره فانيليا. وهبتدي اخلط تاني في الخلاط. نضرب الخليط بتاعنا من 5 دقايق من 3 دقايق ل5 دقايق زي ما انتوا شايفين كده. وصفه جميله جدا جدا وسهله وسريعه في نفس الوقت، وشكلها جميل جدا وطعمها اجمل. هبتدي افضي المقدار بتاعنا ده في البوله او الخليط بتاعنا في البوله. هننزل كل اللي في الخلاط بتاعنا. هبتدي احط كوبايه ونص دقيق معايا. هبتدي اقلب لحد ما يختفي الدقيق خالص زي ما انتوا شايفين كده. وطبعا انت عارفه احنا بنكون مسخنين الفرن من قبلها، لازم تكون اي نوع كيكه لازم نسخن له الفرن. هنحط معلقتين صغيرين بودر ونبتدي نخلط تاني لحد ما يختفي البودر مع الدقيق والخليط اللي احنا بتاع الكيكه بتاعتنا. بكون مجهزه صينيه 30 في 20 ودهنها بالزيت زي ما انتوا هتشوفوا كده. انا عاملاها مستطيله، حابه تعملها مدوره مفيش مشكله خالص، دي حاجه ترجع لك انتي برضو. زي ما قلت لك الصاج اهوت بتاعنا. هبتدي ادهنه بمعلقه زيت ودهنيه كويس. حلو قوي، مش محتاج خالص دقيق ولا اي حاجه خالص، لا خالص مش محتاج. زي ما انت شايفه بدهنه كويس، مش بحط له دقيق ولا حاجه خالص، بتطلع جميله. ببتدي بقى نفضي خليط الكيك بتاعنا في الصاج بتاعنا زي ما انت شايفه. وزي ما قلت لك الفرن متسخن قبل كده. وبحط الكيكه بتاعتنا على درجه 180. تاخد من حوالي، بس عشان هي صغيره والمقدار بتاعها صغير، بتاخد حوالي 15 دقيقه بس في الفرن مع المتابعه طبعا. ما بتفتحيش الشوايه عليها خالص، لا هي بتستوي على طول. ده بالشكل بتاعنا، طلعت بالشكل الجميل وطريه جدا وهشه. هبتدي بقى الكوبايه اللي انا كنت شايلاها في الجنب اهي هحطها على الوش. وانا خدت منها حوالي مقدار 3 معالق كده وضفت عليها لون احمر. ابتدي احط عليه من فوق كده كلون سريالي كده او كشكل سريالي زي ما انت هتشوفي في النهايه وانا بقدمهولك. حابه تحطيه حبه، مش حابه بلاش خالص، مفيش مشكله خالص. وعلى فكره اللي قاعد جنبي ده حفيدي القمر رضا الصغير، بنقول له يا دودي. هو بيحب يزين معايا لما بيكون صاحي. خلاص ابتديت بقى ان انا ازينها كويس وبغلفها بالصوص بتاعنا من فوق الكيكه كلها. وصفه جميله جدا ولذيذه جدا وطعمها جميل قوي قوي قوي. عايزه تخلي الكيكه اطرى واطرى، بتدوبي معلقتين او حوالي نص كوبايه لبن في معلقه سكر بودره وبتسقي بيها الكيكه وبتسيبيها شويه قبل ما بتحطي عليها الصوص، بتطلع اطرى واطرى. وكمان نخلص كل الكميه بتاعتنا كلها. وزي ما قلت لك انا خدت من الصوص ده حوالي 3 4 معالق وحطيتهم في كيس وزينت بيها زي ما انت هتشوفي في النهايه. بقت بالشكل الجميل ده وقطعتها وقدمتها. وبألف هنا عليكم يا رب، يا رب الوصفه بتاعتنا النهارده تعجبكم. وسلام.